السلام عليكم. صافا كلشي مزيان، الامور هانيه. اليوم غادي نهضروا على المخاد اللي كيجيب بيم من فتره لاخرى، واللي غادي يكونوا نهار الجمعه 15 ماي 2026. وغادي نعطيكم رأيي الصريح فيهم لانني فايت مني استخدمتهم الفتره. واش نعاود نشريهم او لا؟ بالنسبة كيفاش تشريتهم، كنت مريح في واحد الكافي اون فاس مع بيم. كيبان ليا اللي دخل البيم تيخرج هاز معاه جوج مخاد، اللي يدخل تيخرج هاز معاه جوج مخاد، لواحد الدرجة زعما اللي كتيرة وكبيرة بزاف. قلت اجي نشوف في الكتالوج، دخلت الكتالوج ديال بيم اون لين، كيبان لي جوج مخاد ب50 درهم. قلت هادي بون افير، ما فكرتش نقلب او نسول الناس او صافي. تعميت مشيت خديتهم وجبتهم للدار، وعند راسي انني راني رصيدت الهودة. اولا من ناحيه المنظر كيبان لك المخاد من الوهله الاولى كيبانوا مزيانين، ولكن اون فوا كتجيبهم للدار وكتخرجهم وكتنعس عليهم ديك الليله الاولى كتحس بالفرق. المخاد هما من الفئة الاقتصادية، ماشي من ديك الفئة الطبية أو الجودة الفندقية أو اللي كتعطي الراحة، غير ديال الواحد باش يقضي. واش غادي يقضي؟ ماشي غادي يقضي في واحد الفترة اللي فايتة شهرين أو 3 شهور أو يبقاو معاه الدوام بحال المخدات الآخرين، لا. هذا ديال شي واحد مثلا جا عند شي ناس او ما كاين في شي اوطيل وما عجبوش الجوده ديال دوك المخاد، تما جاهم مسقين او شي حاجه بحال هكا، ممكن انه يشريهم باش يقضي بهم ديك الفتره ديال اسبوع، 2 الاسابيع فقط. من بعد هذيك الحشوه كتبدا كتنخفض، الحشوه ديال المخده كتحس بها كل مره كتكرس، كتجمع، لدرجه انك في واحد الوقت تولي تحس براسك بحال ما ناعس على والو، منك لا ماطله نيشان. وهذا الشيء مزعج بزاف للناس اللي كيبغوا زعما واحد المخده اللي عندها واحد الدعامه قويه، تيبغوا يعلو في المخده. اما الناس اللي عندهم شي الام في الرقبه او الظهر فهي غادي تعذبهم ديال بصح. التهويه ديالتها رديئه جدا، وفي الصيف كتحس بها انك تحافظ على الحراره، بحال الماده ديالتها ماده كتجمع الحراره. واش نعاود نشريها او لا؟ قطعا لا، ما غاديش نعاود نشريها نهائيا. كنصح ان اي واحد مثلا اللي بغى مخده الدوام اللي تكون مثلا بونافير، انه يانفيستي شويه، يشري مخاد من الجوده ديال ميموري فورم او ميكروفيبر عالي الجوده، باش تبقى ليه لواحد سنوات طوال. هاد الماركات هادو تقدروا تلقاوهم في دولي دول او فريش بوند او ماركات اخرى شهيره. الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 220 درهم حتى ل 300 درهم او اكثر، كيقدروا يوصلوا حتى ل 400 او 500 درهم. كنعتقد ان 300 درهم 250 درهم تجيب لكم واحد المخده اللي طبيه مريحه، كتشد لك الفورمه ديال البوزيسيون ديالك في النعاس، ودو معك واحد السنوات طويله، على الاقل واحد 3 سنين. فهادشي ديال النعاس خاص الواحد ما يبقاش يتشطر بزاف، لان صحه العمود الفقري هي من الاولويات. الواحد الى الله يحفظ مرض في العمود الفقري ديالو او في ظهره كما كنعرفوا جميع، فهادشي ما كيداوش. هادشي اللي عندنا في حلقة اليوم، نلتقيو في فيديو جديد قريبا ان شاء الله.